تتسارع وتيرة العمل في مشروع ترميم وتطوير القرية القديمة في منطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، إذ أعلنت دائرة الآثار والمتاحف في الإمارة عن قرب إنجاز المرحلة الأولى من المشروع الذي يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وبإشراف وزارة تطوير البنية التحتية. تاريخ ضارب في القدم يعكس وجه الماضي بتفاصيله. القرية القديمة في الجزيرة الحمراء برأس الخيمة أكبر المواقع التاريخية القائمة على ساحل الخليج العربي. ها هي تجذب الأنظار بعدما أعادت مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وجه الحياة إليها مجددا بترميمها وتطويرها بإشراف وزارة تطوير البنية التحتية ودائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، ضمن مشروع يتضمن مراحل عدة شارفت مرحلته الأولى على الانتهاء. هذه المدينة تعتبر مثل ما تفضلنا أنها من أقدم المدن التاريخية، من خلال المرحلة الأولى التي تم إنجازها خلال ال4 سنوات الماضية، وإن شاء الله اللي راح تنتهي خلال الشهر القادم. تم تنقيب وصيانة عدد 35 مبنى، يشمل عدد من المساجد وقلعة وأيضا محلات تجارية وعدد من البيوت ذات المساحة الكبيرة. تضم آثار القرية القديمة أكثر من 280 مبنى تراثيا، بينها عشرات البيوت المتوزعة في أرجائها ومساجد ومحال تجارية قديمة مثلت بيئة خصبة لأعمال فنية تاريخية وسينمائية متعددة. ولعل صمود مبانيها طوال عقود أمام قسوة الزمن لا دليل على التجربة المعمارية الفريدة التي صنعها إنسان هذا المكان، وهي ذاتها المواد المستخدمة حاليا في عمليات الترميم. المدينة هذه هي مدينة ساحلية، تم استخدام المواد الأولية التي كان يتم استخدامها فيما مضى من الحجر المرجاني ومن الطين المحروق اللي يسمى بالجوص، وأيضا من خلال استخدام المكونات الطبيعية اللي كان يستخدمها الأجداد في هذا المكان. الحمد لله فريق العمل في المشروع هم على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة في مثل هذه الأعمال. مشروع سيؤدي دورا مهما لإحياء قرية كانت إحدى الحواضر التاريخية في المنطقة، لتتحول إلى تحفة أثرية ووجهة للسياحة التراثية. منطقة تاريخية ظلت مهجورة على مدى عقود من الزمن، لكنها اليوم تعود إلى الواجهة من جديد لتقدم بأطلالها الفريدة نموذجا حيا على عراقة الماضي وسحر المكان. لمركز أخبار قنوات أبو ظبي، أحمد الطنيجي، رأس الخيمة.